مساء الخير يا فندم، مساء الجمال. منوّرانا، يعني مش قادرة أوصف لِك يعني إيه إن أنتِ معايا في البودكاست والله العظيم، اللقاء المنتظر. منوّراني في بودكاست يا فندم، قعدة حلوة وضحك من غير فلتر، الناس كتير لمّا تسمع الحلقة هتعرفك من صوتك على طول، بس في ناس اللي محتاجين إن أنتِ دايمًا يا جماعة نعرّفك الناس عليها. الحلوة صوتها مش حلو. عشان بس إيه، نstress على النقطة دي. ماشي، أنا عرّفينا ريهام، بنفسِك. صيدلانية، متخرّجة دفعة 2010، تمام، مواليد 87، أهلًا وسهلًا، وأفتخر. طبعًا أنا ماشي، متجوّزة، أحمد برضه صيدلي. عندي جُمانة، يعني ربنا نقول يخلّيها لِك ويبارك 14 سَنة لِك، ونُص دلوقتي. بقى عندي لنا عُمر حمزة 11 سَنة. متزوجين، يعني من الناس اللي اتجوّزت بدري. إمم. يعني يمكن مش هاقول لِك بعد ما خلّصت على طول، بعد آخر مادة على طول، يعني على طول. شوف ما إحنا فعلًا ما شُفناكيش، يعني أنتِ فاهمة أنتِ يعني خلّصتِ خلاص هوب ما بقيتش موجودة. طبعًا دي كانت من الحاجات برضه الصعبة، يعني إنِّك أنتِ إمم، فجأة تتاخدي كده تتخطفي. أنا أصلًا بابا طول عمره مسافر، إمم، عاش في الكويت لحد ما اتوفى هناك. أنا أصلًا مش من الناس اللي كنت عندي أبدًا شغف بالغُربة، بالعكس أنا كنت شايفة إن خلاص يعني الأجيال اللي قبلنا بقى اتغرّبوا عشان إحنا نقعد وننتخ. بس حلو، طبعًا في الآخر الحياة بتحتّم عليكِ ظروف معيّنة. ولمّا أحمد سافر قررت إن أنا ما أقولش لنفسي إن أنا هاعيش في غُربة. يعني قررت إن أنا هيبقى عندي حياتين، هيبقى عندي فرصتين، هيبقى عندي مجتمعين. يعني حلو، ودي حاجة ميزة. يعني في ناس بتعيش في مجتمع قافلة على نفسها. لأ إمم. أنا عندي المجتمع المقفول على نفسه، وعندي مجتمع تاني مفتوح، فيه بقى كل الجنسيات، كل الناس، كل الخبرات. طب فحاولت حلو، إن بس أنتِ أنا كده هوّنتيها على نفسِك. بالضبط كده. يعني حاولت إن أنا يعني إيه، أبسّط الأمور وآخُد المزايا اللي فيها. وقد كان لمّا بتخُشّي على حاجة وأنتِ حاطّة لنَفْسِك plan إن أنتِ هتعيشيها وهتستمتعي بيها. رُحت كوّنت أصحاب بقوا هم تقريبًا جزء كبير جدًا من حياتي. لأ عرفت أستقل بحياتي، عرفت أعمل البيت اللي على مزاجي. بيت مش شبه بيت أهلي، في بس حاجات أنتِ من بيت اللي أهلي مكوّناه. بالضبط، ومش شبه بيت أهل أحمد. إمم. يعني بيت مختلف. ومبسوطين عشان الحمد لله والدنيا حلوة. ماشية الحال الحمد لله. الانبساط قرار يا ماك. يعني أنا باشوف إن الانبساط قرار. فأنا السعادة في كده، شايفة إن إحنا صح. طول الوقت مقررين إن إحنا نتبسط. إلا لو سِبتِ القرار ده أو ما وقع مسكتيهوش منِّك كده، شوية. هتقومي بقى هتفرط منِّك آه، أكيد، هتعيشي مش سعيدة على فكرة. دي فهو حقيقة، قرار يعني. صح، صح. بس. طب يعني أنا أول حاجة يعني شوفي أنتِ بس في التعريف عن نفسِك، أنتِ هوّنتِ على الناس اللي شايفة إن الغُربة دي حاجة في ناس بتشوفها إن هو أنا هانفصل عن العالم لو اتغرّبت، في ناس بتخاف من السفر برّه، في ناس ممكن بترفض جوازات عشان أنا مش هاسيب بالضبط، بلدي، مش بالضبط. هاسيب أهلي. بُصّي هاقول لِك على حاجة. هو البني آدم الflexibility في الحياة مهمة جدًا. أنتِ لازم تشوفي أنتِ فين، فهاعمل فيه إيه، مش العكس. يعني مش إمم، أنا عايزة كذا عشان أعيش. لأ، أنتِ شوفي الحياة بتاعتِك، وبعدين ابدئي بقى شوفي هتتصرّفي فيها إزاي، هتنظّميها إزاي، هتعملي صح، فيها إزاي، هتستمتعي بيها إزاي. إمم، حتّة إن أنا أبقى كل حاجة ماشية بحسابات. مش الحياة هتيجي. مش أصلها مش حسبتِك. هي لو حسبتِك كنت هاقول لِك اعمليها، بس هي مش حسبتِك. هي في صح، الأخير صح، صح، خطوات. أنتِ مُخيّرة على فكرة. إمم. بس الناس بتبقى فاهمة الاختيارات غلط. أنتِ مُخيّرة في الحاجات اللي مسموح لِك تختاري فيها. اللي إحنا مسموح لي بالضبط، بالضبط كده. بالضبط. هو ده اللي أنا باقوله لِك بقى. اختيارِك إنِّك تستمتعي بالحياة دي. اختيارِك إنِّك أنتِ تتوفّقي في إنِّك تعمليها حياة أقرب إنها تسعدِك وتبسطِك. مش ما فيش حاجة بإيدِك، 100%. صح، هو ده اختيارِك بقى. لكن مش اختيارِك إنِّك هتختاري تعيشيها إزاي. تختاري تبقي فقيرة والّا تختاري تبقي غنية، تختاري تبقي دكتورة والّا تختاري تبقي مدرسة. دي مش الاختيارات. مش ده اللي يعني مش ده الاختيار اللي الدين يقصده، إمم، ولا حتى اللي المنطق يوصل له. صح. أنتِ تختاري الحاجة اللي في إيدِك تختاريها. إنما الحاجات التانية كلّها استمتعي بيها بقى. خُدي اختياراتِك الانبساط فيها. قرار. بالضبط كده. دلوقتي إحنا دلوقتي في دنيا بتجري، إمم. ماشي، يعني الدنيا زمان أيام أهالينا الدنيا كانت حاجة، ودلوقتي الدنيا في وضعنا بإن إحنا كمان كوّنّا أسرة وfamily بقى الموضوع مختلف، إيه اللي شايفاه حواليكِ غريب؟ بُصّي هاقول لِك على حاجة. أنا دايمًا حتى كنت باقول إيه، إن إحنا جيل محظوظ ومش محظوظ. حلو، إحنا جيل جينا كده في النُص، بعدنا عن التقاليد اللي كانوا أهالينا عايشين فيها، والقيود اللي قيّدوا نَفْسهم بيها في حاجات كتير. صح، ومع جيل برضه بعدنا، إحنا فاهمين بنبُص على اللي بيحصل بيه. إحنا فاهمينه على فكرة. يعني إحنا مش بعيد أوي. يعني إحنا مش مثلًا مش الجيل اللي جهلة، فات مش جهلة. آه، إحنا فاهمين فيه. بس برضه يعني عارفة واقفين كده في النُص ما بين عارفة عارفة الفلاح المتمدين. هو خارج من الريف بس هو
فمديًا لازم يعيش في المدينة آه، بقى، آه، هو صعيدي في الجامعة الأمريكية. بالضبط، فلازم هيخش بقى هينخلط بالأمور دي، يعني أنتِ وأنتِ بتربي ولادِك دلوقتي مش معقولة يعني أنتِ مش هتقعدي تقولي لهم بقى الحاجات اللي كان أهاليكِ بيقولوها، الموضوع ممكن اختلف. أهالينا يكونوا بيقولوا الحاجات اللي أهاليهم قالوها لهم، لكن إحنا صعب مستحيل تحصل، فأنا شايفة إن الدنيا لأ طبعًا إيه اللي إحنا إيه اللي بقينا فيه يعني الدنيا جريت بسرعة أوي، 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 إمم. تحسي عديتِ بالزمن، إحنا كجيل عدّى بالزمن اللي فيه العيب واللي فيه الأصول واللي فيه الحرام واللي فيه التقاليد، وعدّى كمان بالزمن اللي ما عادش فيه كل الحاجات دي موجودة. وبقت المسميات كلها متغيّرة، فإحنا جيل عشان كده أنا باقول لك محظوظ ومش محظوظ، عنده عارفة التربنة؟ اتضرب في الخلاط. بالضبط، إحنا اتربِّنا كده، في تربنة حصلت كده، طَب هنعمل إيه، هنروح فين؟ بنشوف بقى إحنا كل يوم بنشوف، يعني أنتِ بتصحي كل يوم بتشوفي حقيقي حاجات غريبة. بتشوفي، إمم، لو أنتِ مثلًا عايزة تقولي لي أنا مثلًا كريهام إيه مثلًا أكتر حاجة باشوفها آه، أو مستغرباها كده. أنا مستغربة أوي الصح والغلط، الصح والغلط معاييرهم اختلفت تمامًا. بقوا مخلّطين على بعض. بالضبط، وعلى فكرة اللي ب ال ال اللي بيتكلم يعني اللي بيعمل الغلط إمم. قادر دلوقتي يقنعِك إنه صح، آه، صح، برافو، على برافو، فكرة خدي دي بالِك حقيقة، دي حقيقة. دي الناس بقى نقطة عندها مشكلة في المفاهيم. بالضبط، دي نقطة غريبة ومهمة جدًا، أنت النهارده زمان كان الصح صح والغلط غلط، وكلنا عارفينه by خلاص، default كده. خلاص it's done لكن دلوقتي لأ، دلوقتي اللي بيعمل اللي معجون في الغلط عجن، شيخ يقعد معاكِ يعمل لِك غسيل مُخ، المشكلة إن كلامِك صح. والله. أيوه صح، فأنتِ صح، أنتِ صح. بقى ما بينِك وبين نفسِك الله هو أنا والّا هو والّا أنت مين والّا اللي أنا عارفاه والّا اللي أنت بتقوله؟ ما هو أنتِ في إمم. ما بين النُص زي ولادنا كده، بيقعدوا قدّام برامج، البرامج شِبه علمانية في طريقة إعمال العقل في الأمور، بس على فكرة هو بيتكلم صح، أنتِ لازم تبقي على وعي كويس أوي إمم. بأنتِ فين عشان تقدري تساعدي ولادِك يفرّقوا ما بين الصح والغلط، هي الأنقح دي بقى صح، صح، عشان ولادهم. الأنقح لأ عشانِك أنتِ كمان خدي بالِك، أنا بس إحنا ساعات عندنا شوية basics باحس إن إحنا برضه بنعرف نرجع للحاجات اللي أهالينا الحمد لله إن هم علموها لنا موجودة لسه، ما بُصّي، اتهزتش. ده الجهاد اللي أنتِ كماجي أو ممكن أنا كريهام باحاول أجتهد فيه، لكن ده مش عند كل الناس، بدليل إنِّك بتشوفي ناس كانوا على قدر عالي جدًا من الأخلاق والالتزام إمم. والفضيلة، وبتشوفيهم راحوا في طُرق إيه اللي في حصل؟ إيه؟ في فأنتِ جه. في في جه جه. فعلًا يعني في جه. فأنتِ واقفة في نُص الطريق تقولي إيه، الحمد لله إن أنا مش زي دي، فما بقيناش نقول يعني أنتِ فاهمة بقى أنتِ كبني آدم وسطي، خلّينا نقول آه، مصطلح آه، وسطي مثلًا، تمام. مشغول بالدنيا بس برضه خايف من الآخرة في النُص كده، إمم. بس أنتِ برضه بقيتِ تحسبي نَفْسِك إنِّك حاجة فظيعة، ده أنا الحمد لله ده أنا رهيبة بقى، ده أنا على كده بقى ده أنا ممتازة. بقيتِ تشوفي ناس لأ، الغلط فعلًا بقى قريب من الصح بشكل كبير، الاتنين اختلطوا ببعض وطلّعوا حاجة في النُص ما حدش عارف اسمها ما لهاش فعلًا، مسمى، هي ما ينفعش يبقى ليها مسمى. بالضبط، فالموضوع بقى عايز كل شوية، كل يوم تجديد توبة، تجديد مفاهيم، تجديد أفكار، مش هاقول لِك صُحبة، لإن زمان كنا نقول إمم. الصاحب ساحب لا، لا، لأ، على فكرة أنتِ ممكن تبقي قريبة من حد جدًا وما تعرفيش عنه أي حاجة على فكرة خالص، هو صح. ظاهر لِك بصورة بس هو بصورة تانية خالص، إمم. أنتِ دلوقتي بقيتِ الصدمات في الأشخاص بقت يعني مهولة. بالضبط، فأنا ده شايفاه بقى أصعب حاجة دلوقتي، صدقيني الغلط والصح بقوا ما عادوش المفهوم المطلق للغلط والصح، عاد إمم. جوّه الغلط صح وجوّه الصح غلط، حلوة أوي فدي الجملة دي. طيب بما إنِّك أنتِ جبتِ السيرة دي، فأسألِك لإنِّك جبتِ سيرة الأولاد في الموضوع، طيب أنتِ بتحاولي بقى هم طبعًا إحنا السوشيال ميديا مفتوحة، البلاي ستيشن، التلفزيون، بتحاولي أنتِ تضبّطي المعايير عند أطفالِك بقى الصح والغلط إزاي؟ بُصّي هاقول لِك على حاجة، أنا من الناس اللي اتكالية جدًا بقى في الأمور دي، عشان جملة كارثية يعني. اتكالية جدًا، هاقول لِك يعني إيه، يعني أنا مثلًا في حياتي independent ماشي، حلو؟ ما ده يعني أنا يعني باحب أعمل نحكي كل حاجة قصص. بنَفْسي، باحب آخُد الطريق كده وأنا ورزقي، لكن في تربية الولاد، في المحافظة عليهم، في ليه بقى؟ وده بقى ما جاش من دلوقتي، ده أنا من أول خالص لمّا جِبت الولاد اتهيأ لي إن أنا مسؤولة عنهم، اتهيأ لي إن أنا اللي هاعرف أأمِّنهم وأكون إمم. ضهرهم وأعمل لهم كل حاجة في الدنيا واتهيأ لي كده، بس لمّا فهمت وشُفت الدنيا ماشية إزاي وبدأت يعني أشغّل عقلي شوية، لقيت إمم. إن لأ، هي على فكرة إحنا مجتهدين والأصل في الموضوع هو توفيق ربنا. توفيق ربنا، بس. صح.
صح، أنا افتكرت في الأول اتكالية كان قصدك حاجة تانية، بس أنتِ فاتكالية صح. يعني أنا إمم. أنا أنا في الموضوع ده مسلّمة الأمر لله، يعني فاهمة؟ باحاول أكون حد في حياة ولادي مؤثّر تأثير إيجابي، بمعنى إن لمّا يشوفوني أنا والمجتمع اللي حواليّا، أنا والناس اللي مختاراهم في حياتنا، إمم. يشوفوهم ناس لطيفة من غير ما تكون معقّدة. أسوياء، بالضبط. مهمة أوي دي. خدي بالِك أصلًا إمم. أنا مش مهم عندي أبدًا ولادي يطلعوا وعلى فكرة أنا ده الحاجة اللي باقولها لهم طول الوقت، أنا لا عمري قُلت أنا باقول ذاكروا، بس عمري ما قعدت على فكرة بقى لي سنين ما قعدتش جنب ولادي ذاكرت لهم، الحمد من يوم ما لله، خدت احمدي القرار ربنا. ده، من يوم ما خدت القرار ده، آه. خلاص ليه؟ لإني أنا باقول لهم ذاكروا، باقول لهم اعملوا، نظّموا، إحنا محتاجين نبقى أحسن، أنتم عشان حياتكم بعد كده، أنتم عشان خدي بالِك أنتِ كجُمانة مثلًا عايزة تعيشي في level معيّن وعايزة تعملي وعايزة تنبسطي وعايزة تسافري، والله يا ماما أنا إمم. باحب السفر والله نفسي أروح البلد الفلانية، كل ده هيحصل لمّا يكون عندِك شهادة كويسة، رزق كويس، مصدر دخل كويس، كل ده هييجي بالخطوات اللي أنتِ ماشية فيها في حياتِك دلوقتي، فالنقطة بالاجتهاد دي والسعي، صح. لازم تقعدي تعيدي وتزيدي فيها، خلاص؟ الولاد بقى لسه شوية على ما حمزة يبدأ يستوعب، بس البنات بتفهم أسرع شوية صح. وبتستوعب أسرع شوية، صح. أنتِ هتسيبي لهم شوية معايير مخلياهم ناس سوية فعلًا، فعلًا، مش عيب يعني بنيجي مثلًا نتكلم ونتناقش مع بعض بيقولوا حاجات غلط على فكرة، بيقولوا حاجات غلط وأنا أكيد. شايفاها أكيد. اللي هي عارفة كنتِ تاخدي عليها كَف قلم، قلم كده كان يسد ودانِك لو كنتِ لو قُلتيها أنتِ لأهلِك. فكرتِ تقولي أول حرفين منها. مستحيل، ما كانش في يعني جمانة تيجي تقول لي أنا عايزة أحِب، أنا لسه لي أنا اتخطبت بدري، اتخطبت آه. 16 سَنة مثلًا، فهي شايفة نَفْسها لسه لها سَنة، اخ إحنا قاعدين على الساعة دلوقتي بعد سَنة هنحِب إحنا ما عندناش وقت الحقيقة، إحنا أنتم كلّكم خلّيكم مشغولين في التعليم، بس أنا إحنا عايزة بعد أمشي على سَنة نفس الtrack. هنحِب. فطبعًا قُلت لها بُصّي واخداها بقى يا بالراحة. بُصّي يا حبيبتي والحُب ده حاجة جميلة وحاجة حلوة، بس الزمن اللي اتغيّر، ما عادتش إمم. الناس لسه بتحِب في السِن ده، ليه؟ لإن إحنا مقياسنا للأمور وإحنا مشينا ورا اختيارات أهالينا، يعني صح. حتى اللي حَب فينا من وجهة نظر أهله برضه، دي واللي كانت حقيقة. بتحب واحد مش من وجهة نظر أهلها ما كانتش بتاخده لو إيه حصل، فكانت بتاخدها من قصرها في نُص الطريق وتوقّف وتوقّف، روح أنت من سكة وأنا من وتروح بقى سكة. يا حبيبي عشان أنا إيه، الجماعة عندنا صعبين شوية. فهي دي الفكرة، تكوني دايمًا قريّبة، تكوني دايمًا لطيفة اللطف اللي ما يهزّش صورتِك كأم، وفي نفس الوقت ما يحطّكيش في نصاب الخوف، لأ، إن بيبقوا خايفين منِّك لأ، قصدك. لأ ما بيبقوش خايفين أبدًا، أنا بس مش برضه ده يعني أنتِ الحاجتين دول يا ريهام خط رفيّع أوي ما بينهم، هاقول لِك إزاي؟ على حاجة، إحساسِك من جواكِ إنِّك أنتِ عايزة تعملي لنفسِك صورة في البيت، وعايزة إمم. كلامِك يتسمع، وعايزة تبقي الأم اللي تقول الكلمة من أول مرّة، ده إحساس على فكرة إمم. نابع عن نقص جواكِ. عايزة تسدّيه، والله، يعني الأم اللي عايزة تضرب ابنها، هي عايزة تضربه عشان يبطّل الغلط، لأ هي مغلولة وعايزة تشرك الله، فأنتِ عايزة إمم. تقولي الكلمة تتنفّذ لإنِّك مش عايزة تبذلي مجهود، ما أنتِ عايزة تفرضي شخصيتِك، فسدّي بقى النقص اللي جواكِ وبعدين ابقي ربّي ولادِك، دي بعيدة عن التربية بقى الحديثة والتربية اللي مش الحديثة، لا، لا، لأ، آه. أنتِ دي لو حاجة تانية. بسّطتِ الدنيا، هي الفكرة كلّها إنِّك عيشي في وسطهم، انخرطي معاهم عشان تقدري تفهمي دماغهم، عشان تقدري تفهمي الدنيا رايحة فين. صح، لإن الدنيا اختلفت تمامًا. ولمّا يحصل الغلط ما تتصدميش، أنا باقول لِك إمم. الحاجات اللي أنا باجتهد فيها، مش إمم. ideal إمم. فيها، مش باعملها طول الوقت ups and downs، بس دي الحاجات اللي المفروض إحنا نفهّمها لنفسنا، إن أنتِ عايزة تقرّبي من ولادِك، عايزة تبقي الأم اللي عارفة كل حاجة، لازم تقدّمي تنازلات، أول التنازلات دي إن كلامِك مش هيتسمع طبعًا، إمم. إن لازم تبقي لطيفة، ما أنتِ عشان تبقي لطيفة وتبقي صح. صاحبتها صاحبتها. بالضبط، وهتبقي صاحبتها في صاحبة بتؤمر وبتنهي؟ لأ، وصاحبة بتقول لأ. لأ، لازم كده تبقي إيه، flexible، صح. بالضبط، وطبعًا بقى دعاء، ده صدقات، خلاص كده، آه، بنية وتحويط إصلاحها. بالضبط، وربنا يعني شوفي ربنا بيوفّق، ربنا بيوفّق، يعني عارفة الواحد حتى يعني حتى لو سبحان الله ساعات الواحد يعني يقول أنا يا ربي مثلًا مش باعمل الحاجات الفظيعة اللي الأمهات بتعملها، أنا مش قاعدة فانية نفسي للولاد وعمّالة أذاكر لهم وعمّالة، وعمّالة، بس أنا يعني مأمّلة فيك، ممكن على فكرة تكون اللي بتعمل وبتجتهد أكتر منّي ما يكونش عندها concept إن هي سايبة أمورها لربنا، فهو أنتِ ممكن، صح. صح. ربنا بيقبل إيه وما بيقبلش إيه، دي بتاعة ربنا بقى، وربنا يعيننا. يا رب جميعًا. طيب ننتقل لحاجة تانية كده، إيه الإنجاز البسيط؟ شوف أبسط حاجة بتعمليها في اليوم، بس أمّا بتعمليها بتحسي إن أنا النهارده عملت إنجاز أستاهل عليه، عارفة super star كده، أستاهل عليه أوسكار، وهو في الآخر حاجة إن شاء الله كوباية شاي بروقان. إيه أبسط إنجاز؟ جبر الخواطر، يعني حلو خلّي في أوي. يومِك حد اجبري بخاطره، خلّي في يومِك حد جبر طبطبي الخواطر ده عليه، ممكن حتى بكلمتين حلوين. بالضبط، هو الناس عايزة إيه دلوقتي غير الكلام يا ماجي؟ الناس الناس عايزة إيه؟ محتاجة تسمع كلام. هو أصلًا مين بقى عنده وقت يكلم مين؟ إمم. فأنتِ لمّا النهارده بس
حد جالك بس بيكلمك مكالمة تليفون متعصب، خرجتيه هادي، طبطبتي عليه، جبرتي خاطره، بس جبرتي خاطره بجد، مش سلكتيه، مش سلكتي له يعني مش نفختيه، أيوه لا 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 آه. لا يعني مش اللي مش هو انزل عن دماغي أو لا لا نافوخي ولا مش عارفة لا اسمها إيه. جبرتي خاطره، اجتهدتي شويه انك تفهميه وتسمعيه، اديتي له شويه وقت، إمم. ادي يعني خلي كل يوم في حياتك حد تدي له وقت بسيط تجبري خاطره بيه، او تفرجي عنه ولو حاجه من اللي هو مضغوط فيها بس. أنتِ يعني عايزة أقول لِك أنتِ قُلتِ نقطة مهمة جدًا، لإن بقت عايزه اقول لك ان الناس ده مضغوطة كُلّه بقى مضغوط، ما فيش حد فعلًا عارف يمتص التاني بالضبط، بالضبط، ما عادش عندنا وقت، ما عادش عندنا خالص. طاقة، ما عادش عندنا رفاهية إن إحنا ندّي بعض، فده الفكرة إنِّك تعالي كده في يوم، كده كل يوم حُطّي حد في حياتِك، وأصلًا بعد كده هتلاقيكِ بتعمليها by default يعني فاهمة؟ بقت حاجة أساسية في آه، يومِك. هتلاقيه حتى على فكرة الحاجات البسيطة، حتى في شغلِك، حتى في بيتِك، حتى في جوزِك، حتى خلّينا يا إمم. جماعة نكسّر بقى شوية حتّة اللي إيه، حتّة إن إحنا to judge خلاص بقى كفاية الصح معروف والغلط معروف وكُلّنا غلط على فكرة يعني، لا أستثني أحد. ومهما قعدتِ تقنعي الشخص اللي قدّامِك خلاص خلاص سيبه بقى، بالضبط، يعني ما يعمل اللي يعمله، بالضبط كده، يا عمي خلّيك جنبه بس. بس هو أكيد عارف وخلاص. الصح، بس الظروف ساقته للحتة دي بالضبط كده، دلوقتي. بس ما أنتش يعني وأنت بتعمل غلط في حِتَت تانية، فصباح الفل خلّونا كده نطبطب بقى على حلوين بعض. مع بعض. خلّونا نطبطب على بعض، وخلّونا يعني حتى يعني نخفِّف الكومنتات، نقلِّل النصايح، ونكتّر الدعم. في ناس كتير وأكيد أنتِ شُفتِ يعني ناس حواليكِ حاسين إن الدنيا بتجري حواليهم وهُم واقفين مكانهم، وخصوصًا بسبب سرعة السوشيال ميديا اللي إحنا قاعدين طول النهار بنتفرّج عليها، influencer، bloggers، ناس بتفتح مشاريع، ناس بتكسب ملايين، ناس تقولي إيه للناس اللي شايفة إن الدنيا فايتاها؟ هاقول لِك على حاجة، يمكن من فترة، يمكن مثلًا هاقول لِك من سنتين 3 فاتوا، قبل ما تبدأ الحرب وقبل ما إمم. نشوف الناس يعني وبقت بقينا سهل أوي نعرف كلّنا الأخبار، وبقينا مشاهد قدّامنا ليل ونهار، إمم. لدرجة إن ما بقتش حاجة غريبة، يعني إمم. وده برضه على فكرة اعتدنا. اعتدنا الألم اللي الناس بتتألمه. يمكن لو جيتِ لي من 3 سنين كنت هاقول لِك يا خرابي يا ماجد ده عايز جهاد فظيع أوي من أي سِت أو من أي راجل إن هو يقاوم ويتقبّل حياته versus حياة الآخرين، يعني اللي هو إمم. المعادلة كبيرة وعايزة شغل كتير أوي، أوي من الناس إنها تستشعر النعم اللي هي فيها، وإنِّك ما تبُصّيش على غيرِك وإنِّك تفهّميه بقى وتخشي cycle إن غيرِك واخد منّه، أيوه، أيوه. لكن بعد سنتين 3 كده وفي الوقت اللي إحنا فيه ده، تحسّي إن الناس بدأت تفهم إن السوشيال ميديا دي كدب. فُقاعة. فبقيتِ زمان كنتِ تقعدي قدّام خبر أو قدّام قصة مش عارفة مين اتخانق مع مين ومين متطلّقة وبتعيّط على السوشيال ميديا، آه. تقعدي تسمعيها، دلوقتي بقيتِ تفُرّيها ما عندكيش خُلق، مش ما تغوري، ما هتطلّقي أنا أعمل لِك إيه؟ ما كتير بيتطلّقوا أنا أعمل لِك أنا إيه؟ حلو. فأنا حاسة إن الوعي في الحتّة بتاعة زاد شوية. السوشيال ميديا آه. والinfluencers والحتّة دي زادت شوية، وبقينا نفهم إن إيه، بقينا ناخد منهم اللي إحنا عايزين ناخده، كريم حلو للبشرة لو قادرة تجيبيه أيوه، هاتيه. أيوه، إحنا عايزين ناخد الحلو، والحلو بالض منه حلو أنتِ بقى منه. حبيبتي عمّالة تبعزقي يمين وشمال وسافرتِ مش عارفة فين I don't care يعني إمم. براحتك، حتى لو أنا ما باعملش ده ومش عايزة أعمله وما عنديش أعمله، ما بقتش الانبهارات في الحياة زي الأول. حلو. حاجة تانية الكلمة بقى يعني استشعار النعم ده شيء مهم جدًا، شيء مهم جدًا، جدًا، جدًا. عايزة أقول لِك إن ناس كتير فعلًا بقت بتقول لي ما عادش حد بيستشعر النِّعَم التي لا تُعَد ولا تُحصى في حياته. بالضبط، والله إن يومِك العادي اللي فيه ولادِك واللي فيه بيتِك واللي قايمة أنتِ بتتحرّكي فيه وراجعة تقعدي في مكانِك تاني ودخلتِ تنامي في ميعادِك اللي بتعمليه وقُمتِ تعملي ساندوتشات ولادِك وتودّيهم المدرسة، والله إن اليوم العادي ده نعمة، بتحسّيها إمتى؟ وقت ما هتحصل لِك مشكلة قد السنتوفة آه. تبوّظ لِك يومِك، صح. لمّا عيّل بيتعب بيتعب بس. وبتسهري جنبه فنومِك بيتقلب بتتقلب يا لهوي وبتقلقي ياه! شوفي أنتِ بتبقي عاملة إزاي، إمم. شوفي يومِك بيبقى عامل إزاي، ده بادّيكِ ما باقولكيش مثلًا لا قدّر الله حد فقد سمع والّا فقد بصر والّا ده فقد حاجات وظيفة ليها والّا حَل، حاجات ليها حَل ويوم 2 هتتحل. فإحنا يعني كل ما هو يعني موجود في الدنيا هو محسوب، محسوب من عند ربنا، أنا متهيأ لي إن المشكلة دي ما عادتش إمم. متفاقمة أوي زي الأول، يعني يا زي ما ريت. باقول لِك كده من آه. 3 سنين كده كانت متفاقمة أوي، إمم. وكانت الناس لدرجة إنِّك لقيتِ كل يوم واحدة عايزة تبقى influencer وعايزة تبقى blogger وعايزة تبقى وطالعة يا روح أنا ما قلبي. فكّرتش الصراحة يعني مش أنا تخصُّصي. يعني ربنا يهديني أنا متنمرة بطبعي، فساعات أبعت لواحدة صاحبتي أقول لها طَب دي blogger ليه؟ يعني برضه خلّينا ليه blogger؟ واقعيين. يعني أنا في حد معيّن تابعته بعدين فترة
وكل شوية أبعت لصاحبتي أقول لها بلوجر مش عارفة ليه أصلًا، أنا نفسي مش فاهمة إيه المحتوى، زي المحتويات بس اللي كلّها أنا باشتري، أنا جِبت ده عليه خصم، أيوه أنتِ بتفيديني بإيه؟ يعني بس أعتقد إن الوعي دلوقتي على الأقل الدايرة اللي حواليّا الواحد شايفها بقت أهدى في النقط دي، ما بقيناش أيوه، مهتمين أوي حلو. بيهم يعني، ما بقوش فارقين معانا لا هُم ولا الممثلين ولا لعيبة الكورة، ما بقوش فارقين معانا أوي زي زمان يعني، ما أنتِ بقوش قُلتِ جملة مهمة أوي في الأول، إن هُم بقوا شايفين إن الحاجات دي مش حقيقية، بالضبط، يعني بقينا بالضبط، فعلًا متأكدين، فعلًا كان في انبهار في الأول، بالضبط، بالضبط، ودلوقتي بقى يا جماعة ما في أصل أنا دلوقتي لمّا آجي أعمل فيديو أنزّله على اليوتيوب والّا على الإنستجرام، هاعمل فيديو وأنا باعيّط وباقول لِك مشاكلي، والّا لأ أعمل فيديو طبعًا، أكون باتفسح وباجيب وباعمل، طبعًا. إيه الحياة الجميلة دي؟ طبعًا، طبعًا، ما هو بس في بلاوي تانية بتحصل. بالضبط، وهو يومها زي أي يوم، آه، بالعكس إمم، هي ممكن أصلًا إنِّك يعني مش هاقول لِك بقى الكلام التقليدي إن حياتها فيها إيه هي دافعة تَمَن اللي بتعمله دلوقتي ده، أكيد يعني هي كل دافعة واحد، تَمَنه، صح. كل حاجة في الدنيا مدفوع تَمَنها، مدفوع تَمَنها، إمم، فلو التَمَن إني قاعدة ما باعملش حاجة والدنيا بتجري من حواليّا it's إمم، fine على فكرة، ده كده كده حلو، منهيّن. بس بيتي وأسرتي والحمد لله بخير عندي كويسين، أصلًا بيت، عندي أسرة، عندي حياة. صح، في ناس صح، قاعدة في بيوت أهاليها ما عندهاش حياة، إمم. واللي قاعد في بيوت أهله ده أحسن من واحدة تانية بتتضرب في بيت ما حبيبتي اقعدي بكرامتِك في بيت أبوكِ لأن غيرِك متهان فكل حد هتلاقي فيه أحسن من حد أيوه بيعمل بالضبط، حتة تانية، فمهما شُفنا إحنا الحمد آه، لله نستشعر النِّعَم بتاعتنا، بس لازم نعمل كده فعلًا، يعني آه، فاهمة؟ يعني ن لازم نعمل كده فعلًا، نذكّر نفسنا كل شوية، بالضبط كده، أنا سعيدة وأنا حاسة إن هيبقى في حلقات، يعني الناس هتطلب إحنا it's fine في إحنا مواضيع. it's fine طيب إحنا ضحكنا واتكلّمنا في حاجات إيجابية، فطبعًا زي دايمًا ما باقول ما فيش بيت ما فيهوش ابتلاءات، ما صح، فيش واحد ما عدّاش عليه مواقف صعبة مهما كان مبيّن للناس اللي حواليه إن هو إنسان بشوش لأبعد الحدود. صح. إيه أكتر موقف صعب عدّى عليكِ وعدّيتِ منّه إزاي؟ بُصّي هاقول لِك أكتر موقف طبعًا هو وفاة بابا، دي أكتر حاجة لم تعُد الحياة كما كانت أبدًا ولن تعُد، اختلفت. ولن تعُد، يعني خلّيني أقول لِك إن أنا قبلها كنت إنسانة وبعدها أنا إنسانة تانية خالص، إمم. وللأسف أنا مش مشتاقة للقديمة، فاهماني؟ حاساها كانت عبيطة. أنا باحب الجديدة، متعايشة معاها، وإن كانت فيها عيوب أكتر من القديمة، إمم. يمكن القديمة كانت متسامحة أكتر، كانت لطيفة أكتر، كانت بسيطة أكتر، ما عُدناش بالبساطة بتاعة زمان، إمم. بس متصالحين مع قدر البساطة اللي بقى موجود، و و و وعندنا أعذار للقدر اللي راح، إمم. فهي وفاة بابا هي كانت فيصل في حاجات كتيرة جدًا، جدًا في حياتي، يمكن طول الوقت الفقد دابحني، بس قصادِك على طول. لأ عايزة أحكي له حاجات، عايزة أقول له أنا بقيت إمم. عملت إيه، عايزة أقول له أنا أنتم كنتم قريبين يا ريهام. جدًا، جدًا، أنا أصلًا من الناس اللي كانت أقرب للأب من الأم، أنا علاقتي بماما بدأت بعد ما بابا توفى، عايزة أقول لِك يعني مساء الخير يا طنط أمية. مساء الجمال يعني، وهي كانت ماما طبعًا ماما male oriented عندها أحمد عشان ما أحمد تسمعش تحديدًا. البودكاست إن شاء الله. حتى لو سمعته يعني هتقول لك أنا، بس الحقيقة ماما يعني كل الناس عارفة ده، فأنا حاسة إن في ناس هتقف جنبي في البودكاست ده، بتعملي كده ليه يا ماجي مش عارفة. بس فأنا كنت رايحة ناحية الأب، والأب طبعًا بطبعه مع البنت الوحيدة بيكون برضه female oriented آه. ف بس عمّه كان في الكويت إمم. وأنتم كنتم في مصر. بالضبط، بالضبط. بس إحنا الصراحة الحاجة الفظيعة اللي ماما عملتها ونجحت فيها أوي، إمم. إنها دايمًا خلّيته عايش وسطنا، يعني عايش إمم. وسطنا، إحنا كل حاجة في الدنيا كنا بنعملها عشان خاطر بابا، لدرجة إن أنا أقول لِك أنا واحدة من الناس كنت باذاكر مش عشان أخُش مش عارفة إيه، أنا كنت باذاكر عشان بابا يفرح، عشان لمّا ينزل الأجازة يلاقيني طالعة أولى أو تانية، ما عنديش option تاني، عشان هي دي الحاجة اللي بتفرّحه. عشان بابا ينبسط. بالضبط، عشان بابا ينبسط دي يا خرابي دي اتربينا عليها كده، عيشي حياتِك بقى، وعشان بابا ما يزعلش، ولو كذا بابا هيزعل ده انتهى. مات، يعني اختفى من الوجود، بابا هيزعل دي، فأنا من الناس اللي كنت قريبة جدًا، جدًا، جدًا منه، جدًا، على فكرة مش قُرب يعني قُرب صحوبية، يعني أنا اللي هو ممكن أرفع سماعة التليفون أكلمه بابا ده أنا أنتِ شُفت عارفة اللي حصل النهارده. أنتِ الموقف مستنياه يحصل عشان تروحي تقوليه له، أنا بقى عندي حاجة أحكيها لك دلوقتي أهو، ف فلأ، بعد ما بابا اتوفى، بعد ما شُفت ال 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 مش هاقول إحنا الحمد لله، الحمد لله إحنا يعني أسرة مش كبيرة، صغيرة، بس الحمد لله إحنا يعني مترابطين، الحمد لله. وأنا وأخواتي يعني غاليين عند بعض والحمد لله يعني دي ربنا مهمة يديمها أوي. نعمة إن إحنا يا يعني رب. إيه، عندنا حُب وعندنا ترابط، فمش هاقول لِك إن أنا مش مسنودة، لأ ربنا يخلّيهم لي وربنا يخلّي أحمد وربنا يخلّي ماما، يعني ويخلّي صحابي، الحمد لله أنا مسنودة يعني كما لم أعهد السَنَد من قبل يعني،
الحمد لله. لكن في حاجة في اختلف. فراغ وفي حاجة مش ما عادتش موجودة، وفي حاجة بتقول لِك طول الوقت امسكي نفسِك لإن ما فيش حد هيمسكِك، امسكي نفسِك. فامسكي آآ نفسِك دي بقى خلّتِك تروحي في نواحي تانية، خلّيت هي دي اللي شِلتِ ناس خلّتِك ت ت ت تغيّري الشخصية أو بالضبط. بقيتِ إنسانة أخرى. بالضبط، إمم. الtwist بقى حصل من إن في ناس ما عادتش المفروض تبقى موجودة، مش في حياتِك، في أولوياتِك، مش حلوة في حياتِك، التقسيمة، حلوة خدي التقسيمة. بالِك، أولوياتِك هي اللي بتتحاسبي عليها أو هي اللي بتخلق لِك السعادة أو التوتر، لكن حياتِك خلّينا متصالحين إن إحنا هنقابل يعني ولاد حلال وولاد حاجة تانية. وولاد حاجات تانية. فخلّينا طول الوقت متصالحين إن إحنا هتقابليهم طول ما أنتِ عايشة، بس مش هيكونوا في أولوياتِك، أولوياتِك هي دايرتِك اللي بتأثّر فيكِ، اللي بتستمدّي منها طاقتِك وبتدّيها كمان مشاعر وبتاخدي منها مشاعر، فهي دي الحتّة اللي كانت فارقة إنها تتحدد، هيلا بيلا بقى دي خلصنا منها، ما عادش في هيلا بيلا بقى، عاد إمم. في ناس هم دول بس اللي أنا مركّزة معاهم، إمم. واللي بيدخل جواهم عزيز أوي، يعني إمم. ما فيش حد يدخل جواهم بسهولة، خلاص عزيز أوي، لازم يبقى matching معاهم، أنا ليّا طبيعة ناس معيّنة، حلو. فهمتيني؟ طبيعة ناس معيّنة، مش أنصح ناس، مش أفشل ناس، مش ليّا طبيعة ناس ممكن أقول لِك أساعدِك مثلًا اللي بيريّحِك نفسيًا وأنتِ قاعدة معاه. بالضبط، اللي بيطبطب على قلبِك أنا بقيت باحس إن إحنا وبيعرف بقينا بندوّر على اللي بنرتاح معاه، خلاص. البسيط، مش قادرين، إحنا تعبانين، إحنا عايزين حد البسيط. الدنيا حلوة معاه، مع يعني إن ما على فكرة في تتعبوناش. ناس موجودين في حياتِك ممكن يكونوا يضيفوا لِك حاجات وأنتِ بتتفرّجي عليهم من بعيد، يعني وأنتِ بتتفرّجي على الشخص ده من بعيد، آه. أنتِ you can get يعني شوية points كده من حياته حلوة، تفيدِك، مفيدة، تفيدِك. صح. فأنتِ ركّزي بس خُدي تاخدي اللي الحلو. يفيدِك، آه. وسيبي له هو الوِحِش بقى يتصرّف فيه مع نَفْسه يروح وييجي كده ويفسّح نَفْسه بيه، أمّا أنا بالنسبة لي الحلو بس اللي لازمني. بس هي دي كانت الموقف، صدمات كتيرة بقى عدّت على الواحد في ناس إمم. قريّبين أو ناس بُعاد أو ناس على level الحياة الاجتماعية أو الحياة المهنية أو بس مش المفروض تاخُد منِّك كتير، مش المفروض أبدًا. يعني ما ناخدش فترة كده في الصدمات أو في الزعل أو لا، لأ. لا، لا، لأ، مش المفروض إن أنتِ تكبّري لنفسِك الأمور، بسّطيها شوية، لإن I don't care الصراحة إذا كان حتى لو أهم حد عندي في الدنيا إمم. قرر بكرة الصبح يبقى ألَدّ أعدائي، I don't care يعني إمم. خلاص هافتقدك شوية، اللي قرر خَد يعني اختياراته وتصرّف تصرفاته، ما حدش فينا ما بيعملش حاجة مش قاصدها، إمم. أنا مش من الناس اللي بتقتنع بغصب عني أو ما خدتش بالي، إمم. أصل ما خدتش بالي ممكن مرّة، ممكن التانية ما ينفعش تبقى على طول ما بتاخديش بالِك، ما لأ ينفعش تبقي على خلاص. طول إمم. مسلوبة الإرادة يا عيني، وبُقِّك ده لمّا بيتفتح بس بتأذي بيه اللي قدّامِك، صعب الصراحة، صعب أصدّقِك. فلازم بقى إيه، حلقة أجنّبِك. حلقة دمار، آه، حلقة دمار. كان آه. زمان بابا بيقول كلمة ما فهمتهاش إلّا لمّا كبرت، كان يقول طول ما البني آدم بيتكلّم في ضهرك سيبيه يولّي، سيبيه يولّي بقى زي ما هو عايز يقول، غنّي يا بابا غنّي، غنّي وأنا هاتمتّع بصوتك كمان، لمّا ييجي اللي واقف في ضهرِك ده ييجي يُقف في وشِّك إمم. ويتكلّم، ساعتها هتعرفي وياما ناس لمّا جُم وقفوا في وشّنا كسبناهم، ولمّا إمم. جُم وقفوا في وشّنا خسرناهم، اللي خسرتيه ده اللي خسرتيه ده، إمم. ده ما كانش حبيب، واللي كسبتيه كان حبيب محتاج يفهمِك بصورة أوضح، حلو بصورة أوضح. بس إمم. طيب عدّيتِ وفاة عمه إزاي؟ الانشغال، الحياة. الانشغال مش الحياة، الانشغال فاهمة؟ بإيه؟ بحاجات مهمة، بحاجات تسِد فراغات، خدي بالِك إنِّك إحنا بنغلط لمّا بنبقى فاضيين، ما فيش حد صح. مشغول بيغلط، أنا لمّا بابقى فاضية دماغي يا خراب! تحسّي إن الشيطان عارفة بالضبط، منوّر جوّه. ما قومي فيش اشغلي حد نفسِك. مشغول عنده وقت يغلط، ما عندوش وقت، ما إمم. عندوش وقت، فاشغلي دماغِك، افرميها، اشغلي دماغِك بقى، اشتغلي كتير، اشغلي دماغِك بولادِك، خدي كورسات، احفظي قرآن، خشي حلقات، اقعدي مع جوزِك وقت أطول، كلمي أمِك، كلمي أصحابِك، وطّدي علاقتِك بالناس اللي حبايبِك اللي كنتِ مثلًا مش بتسألي إمم. بصفة مستمرة أو سايباهم مثلًا أنتِ بحكم إن أنتِ بعيدة، فأنتِ بتسألي عليهم لمّا تروحي، أيوه. لأ، آه. لأ، خليكِ on daily contact مع حبايبِك، اشغلي، 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 هتلاقي الأمور مش هاقول لِك بتهدى، بس ألمها بيكون مُحتمل، مُحتمل. الألم إمم. بياكل اللي فاضي، والزعل بياكل صح. الشخص صح. الفاضي. صح أوي. طول ما إمم. أنتِ محاوطة نفسِك بtasks طول اليوم، مش هيبقى عندِك وقت. آخرِك بس شوية اللي على السرير على المخدة قبل ما تنامي بالضبط. حتى على فكرة وتنامي. الناس اللي بتعمل طول الوقت حاجات غلط كتير، إمم. ومش قادرة، وأول حاجة حد عاقل يقولها لهم: اشغِل نفسك، على اشغِل طول. نفسك، اشغِلها، روّضها، يعني اشتغلي بقى شوية عليها إنها تحطيها
في طاقات كتيرة، حاجات كويسة أو مش كويسة يا ستي، بس اشتغلي شوية يعني فاهمة؟ يعني شوية كده، شوية شوية اخرجي هتفهمي. برّه الmood. بالضبط، ما بالضبط. ما تموتيش نفسِك أو تدفني نفسِك في في الحدث لأ، الmood لأ، ده. صعب، صعب. صعب. بس خدي وقتِك على ما تقدري تعملي ده، يعني برضه كنت لسه هاقول لِك ومش بعد كل حد بيقدر على طول. بُصّي بعد الحاجة الكبيرة اللي بتحصل أو بعد الأزمة، أنتِ محتاجة تقعدي مع نفسِك بس مش كتير، محتاجة بس تشميها، عارفة النفس العميق ده، إمم. خدي نفس عميق كده وبعدين ابتدي. يعني اللي ما بيشتغلش بقى يشتغل، إمم. اللي بيشتغل يشتغل أكتر، اللي ما بيسألش يسأل، اللي ما بيلعبش رياضة يتمرّن. الرياضة دي من الحاجات على فكرة اللي الناس على فكرة الرياضة دي حاجات كتير، يعني مش رياضة إنِّك مثلًا بس هتروحي الgym كل يوم وتبقي شخص على body فكرة أنا ما building باحبش يعني. الgym. ما أنا هي كمان ما باحبش اعملي الgym. فيه الحاجة اللي أنتِ عايزاها بس. بس وامشي صح. بالضبط. إمم. بس اعمليها بس خلّيها روتين، يعني خلّيها روتين. بتطلّع طاقة الروتين بيبقى صعب أول أسبوع، في وبعد كده البداية. الدنيا بتتعوّد. عارفة كل ما تقولي لنفسِك أنا متعوّدة على كذا، أنا باعمل كذا، هتعمليه. إمم. بس. الرياضة من الحاجات الممتازة، الحركة عامةً اختيار يا خيالي. لهوي عليكِ وعلى يا جماعة طبعًا اللي عارف ريهام عارف إحنا ما بنقعدش دقيقة. أنتِ طب عارفة إن سؤال دي ده كان طاقة؟ ده من بعد وفاة عمه؟ طبعًا، الحركة المفرطة. طبعًا. ده أنا إيه كانت DHD الحركة يعني. قريب جدًا، يعني قريب جدًا منّه، بس من غير تشتُّت الانتباه، مع التركيز الخارق في اللي أنا باعمله. لإني أنا باقول لِك ما أقدرش أقعد أسلِّم نفسي لدماغي، ما أقدرش، خلاص ما صح، صح، أعرفش، ما صح. أعرفش. حتى الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله كان عندي حاجات يعني مشاكل في حياتي حاجات كتيرة كنت دايمًا أسردها. إمم. تخيّلي مثلًا إن أنا باعِد لنفسي إن بقى لي مثلًا سنتين أنا ما عُدتش باسردها، ما ما عادتش تتكلميش شغلاني فيها نهائي، خالص. نهائي. طب هل بتيجي بقى على ذهنِك لأ، زي زمان؟ لأ، لأ، قَلِّت طبعًا. خلاص. عشان ما عُنتش أصلًا بالضبط، باجيبها على لساني. بالضبط. كتر الكلام في الحاجة آه. بيخلّيكِ بيكبّرها كمان. وبيعمل طاقة عندِك عكسية ليها، خدي بالِك. إمم. أنتِ النهارده لمّا تنسي الحاجة هي بتروح، لكن أنتِ حكيتيها مرّة، حكيتيها التانية، حكيتيها التالتة، كل مرّة بتطلّعي مشاعر غضب ما كانتش موجودة في المرّة الأولانية، إمم. خلاص؟ بتوصلي عند مرحلة طَب أنا كلامي ده هيغيّر حاجة؟ أنتِ خدي بالِك إحنا دايمًا بنزعل من إيه يا ماجي؟ بتزعلي من تصرفات الآخرين، صح. هل أنتِ هتتحاسبي على الآخرين؟ لأ. طَب هُم النهارده شاغلين نَفْسهم بالزعل اللي أنتِ قاعدة زعلانة بيه لأ ده؟ ولا شايفينه. وعلى فكرة ممكن يكونوا على فكرة بيعملوا كده غصب عنهم فعلًا، ممكن يكون دي طبيعتهم فعلًا. أيوه، أنتِ بس اللي واخداها على صدرِك أوي، ب وهُم فعلًا دي شخصيتهم، خلاص بالضبط. سيبيهم بقى. طب هم حتى وحشين وقصدهم يضايقوني أنا، استفدت إيه لمّا اتضايقت؟ ولا حاجة. هي الفكرة كلّها إنِّك بس حُطّي نَفْسِك على الtrack الصح في التفكير، اشتغلي على نَفْسِك، يعني هو عمل، هو حُر. أنا بقى ما قبلته إمم. وقبلت إن أنا أتعامل معاه، حُطّي حدود، كبّري راسِك، اسحبي نَفْسِك، ما تفكّريش كتير، ما تتكلّميش كتير، وعلى فكرة إيه، وما تردّيش. حاجة من الحاجات باحاول أتعلّمها دي. التجاهل ده مهم جدًا، ده بقى عارفة سمة العصر. فمن أين وُجد التجاهل؟ سمة العصر. أصلًا أنا شخص مُحِب جدًا، جدًا لعدم الأسئلة، فاهماني؟ إمم. يعني إمم. أنا دايمًا يعني حتى ناس أصحابي مثلًا المقربين يعني، هُم عارفينّي، إمم. إزيِك عاملة إيه، أخبارِك إيه، مش 7، 8 أسئلة ورا بعض لا يمكن أرُد، خلّصتِ؟ لا يمكن أرُد. نبتدي من جديد conversation تاني هارُد عليه. أنا من الناس اللي ما باحبش الأسئلة، ما باحبش أسأل حد، ما باحبش حد يسألني كتير، خلاص، يعني بيني وبينك آه. حدود. مميتة. يعني صعبة شوية. دي الحاجات اللي بتريّحِك، دي الحاجات اللي بتمشي معاكِ، فبتحاولي إيه، يعني طبعًا ليكِ دايرة محببة طبعًا. سامحة لهم يعني أكيد، إنِّك يعملوا أكيد. اللي هم عايزينه، هم آه. نِفْسهم فيه وأنتِ بتتعاملي معاهم برضه زي ما أنتِ وهم متقبّلينِك برضه كُلّه متقبّل على التاني عيبِك. على وضعه. بالضبط. وبس البعيد بقى أو الناس اللي ما تفرقش معايا ما عادتش بتشغِل دماغي خالص، إمم. خالص. لو هم في contact بيني وبين حد يخُصّني، باحاول أكون balanced بس، باحاول أحُط نَفْسي مكان اللي يخُصّني. طيب دايمًا باحب أنهي اللقاء برefreshment كده للناس اللي معانا. إيه الآية أو الحديث اللي ما فيش يوم بيعدّي إلا لازم تفتكري إنِّك تقوليه، بيطمّنِك لو إمم. يوم عدّى من غيره أنا النهارده مش مرتاحة؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هو ده أكتر حاجة أنا باقولها في اليوم، أكتر إمم. حاجة بافتكرها، أكتر حاجة بقت لا إرادي تيجي على لساني، لإني مقتنعة إن دي يعني منجية، يعني تمام. فاهمة، منجية. إمم. وطبعًا هو سبحان الله يعني ربنا بيدبّر كده أمور كتير أنتِ ما تعرفيش عنها حاجة خالص طول أكيد، الوقت، أكيد. فأنا باحس إن أنا باروح له بالآية دي، باقول له يعني دبّر لي اللي ورايا واللي قدّامي واللي أنا عارفاه ومش اللي أنا عارفاه، إمم. فدي أنا بالنسبة لي بتحسسني كده إن عارفة إيه، ربنا معايا، يعني ربنا معايا أهو أنا أنا فاكراه وهو فاكرني،
في حاجات كده بقى على لسان الواحد زي ربنا يكرم، ربنا يسهّل، ربنا كريم، ربنا لطيف، هتعدّي إن شاء الله، واللي بتقولي فيها بشِغل بسيط إن هي مش بتاعتِك، هي بتاعته، فهو إن إمم. شاء الله هيدبّرها، يعني من عنده. أنا دايمًا حتى أقولها كده، ربنا أكبر بكتير من إنه يكسر بخاطرنا، إمم. إحنا يعني والله يا ماجي ما تلاقيكيش اتعشمتِ بحاجة وربنا حطّها قدّامِك إلّا وهتيجي، يعني إمم. لو دخلتِ مرّة interview نِفْسِك في الشغلانة دي ولقيتِ نَفْسِك عارفة لو هي مش عشم ربنا، ربنا هيوقّفها لِك بدري، مش هيسيبِك أبدًا تتعشمي إلّا لو كان هيجبرِك، إمم. أي طريق هتخطّي فيه يعني أنا باقول لِك بنسبة كبيرة إلا لو كان فيه شر، ربنا هيوفّقِك فيه، أكرم بكتير، بكتير يا جماعة ربنا من إنه يكسر بخاطرنا أو من إنه ما يقبلناش عنده أو من إنه ما يطبطبش علينا طول الوقت، فأنا دي قناعاتي ده بغض النظر أساسي. عن فعلى طول يعني دايمًا بالضبط، بتفكّري نَفْسِك بالضبط، بالدعوات دي في اليوم. بالضبط. طيب أنتِ نوّرتيني وشرّفتيني النهارده وهتبقى حلقة جبارة. أعتقد ناس كتير هتضحك وده المطلوب، وأتمنى ناس كتير تستفيد. إن شاء الله لينا لقاء آخر في بودكاست يا فندم، أنا واثقة لإن إحنا هنبقى محتاجينِك كتير الفترة الجاية. والله أنا معاكِ أي وقت، وأنا عارفة طبعًا مين اللي هيضحك ومين اللي هيتنمر هاجيبكم واحد، واحد. لو حقيقة أنا اتبسطت وفكّرتيني بحاجات طول الوقت كنت بابقى عايزة أفتكرها بس يمكن الواحد ما عندوش وقت، إمم. فحلو إن إحنا نسمع بعض ويبقى عندنا دايمًا عارفة channels كده إن إحنا عارفة نفكّر بعض نفكّر حاجات بعض، حلوة كده. بالضبط، بالضبط، شوية إيجابيات حلوة بقى كده. نوّرتيني يا ريهام. إنما الإنسان أثر، فاصنع أثرك. كانت معاكم ماجي ناجي، باحاول أصنع أثر.